تشاهدون في هذا الفيديو باتشوكا وضع شرطا تعجيزيا أمام الأهلي لضم الإدريسي. الكعبي سابع هداف العالم لعام 2024. باناثينايكوس يشتغل على طريقتين لشراء عقد أوناحي سنة 2024. أسامة الإدريسي الأسد المنسي. إبراهيم يصف سنته بالرائعة ويوجه رسائل مؤثرة. فوت ميركاتو تحتفي ب3 أسود في نهاية السنة. لوزا محل شك في مباراة واتفورد اليوم. غوارديولا يثني على الخنوس الذي لم يكن راضيا عن أدائه. غلطة سراي يعقد وضع زياش. قبل أن نبدأ ادعمونا بلايك واشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. باتشوكا وضع شرطا تعجيزيا أمام الأهلي لضم الإدريسي. وضع نادي باتشوكا المكسيكي شرطا تعجيزيا أمام مسؤولي الأهلي المصري من أجل الاحتفاظ بالمهاجم المغربي الذي يملك عقدا مع فريقه الحالي لغاية يونيو 2026. وبعد تألق أسامة مؤخرا في كأس القارات بقطر، أثار انتباه أصحاب القرار داخل الأهلي المصري الذين حاولوا التعاقد معه تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يصطدموا بحاجز 6 ملايير دولار التي طالب بها باتشوكا بحسب مكشفة تقارير صحفية مصرية، وهو الأمر الذي جعل المصريين يصرفون النظر عن التعاقد مع صاحب 28 سنة الذي ما زال يطمح للعودة لإحدى البطولات الأوروبية بحثاً عن اللحاق مستقبلاً بصفوف أسود الأطلس. الكعبي سابع هداف العالم لعام 2024 برصيد 40 هدفاً خلال السنة المنتهية، وبتألقه الكبير في مسابقة كونفرنس ليج بطلاً وهدافاً. أنهى الدولي المغربي أيوب الكعبي عام 2024 بصفته سابع أفضل هدافي العالم خلف بعض أكبر الأسماء في كرة القدم الأوروبية، وجاء فيكتور جوكيريس لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي في المركز الأول برصيد 62 هدفاً، يليه إيرلينغ هالاند 49 وهاري كين 48 وكريستيانو رونالدو 43 وولي الصيني ولاعب شنغاي 42 روبرت ليفاندوفسكي 42 ثم أيوب الكعبي برصيد 40 هدفاً، ويكمل كيليان مبابي المراكز العشرة الأولى برصيد 39 هدفاً. باناثينايكوس يشتغل على طريقتين لشراء عقد أوناحي. بحسب التسريبات الإعلامية اليونانية، فإن نادي باناثينايكوس يدرس جدياً إمكانية ممارسة خيار شراء عقد الدولي المغربي عزالدين أوناحي الذي مارسه مارسيليا خلال فترة إعارته الصيف الماضي. وبموجب عقد مع نادي مارسيليا حتى عام 2027، يبدو احتمال عودة أوناحي إلى فرنسا الآن مستبعداً للغاية، وإذا تم تفعيل خيار الشراء فقد يصبح المغربي جزءاً دائماً من مشروع باناثينايكوس، حيث يتمتع بالفعل بثقة الإدارة ومدربه. ما سيحدث بعد ذلك بالنسبة له قد يعتمد أيضاً على طموحاته الشخصية والفرص التي ستتاح له في المستقبل. وقالت المصادر ذاتها: الأمر متروك له الآن لاتخاذ القرار الصحيح، خاصة وأن المنافسة على منصبه في مارسيليا تتزايد. ويفيد المصدر أن هناك طريقان واقعيان للإبقاء على أوناحي بالفريق اليوناني، أولها إعادة التفاوض مع فريق مارسيليا على مبلغ خيار الشراء، أو التوصل إلى اتفاق جديد مع الفرنسيين لكسر مبلغ الخيار 11 مليون يورو على قسطين أو 3 أقساط. ويريد باناثينايكوس الاحتفاظ بأوناحي في قائمتهم للسنوات القليلة المقبلة، حيث يرون فيه لاعباً يتمتع بقيمة إعادة بيع عالية جداً تتجاوز جودته المحددة، ويعملون بالفعل على كل السيناريوهات لانتداب أوناحي بصفة نهائية. سنة 2024 أسامة الإدريسي الأسد المنسي. إن ذكرنا الأسود المتألقين خلال سنة 2024 التي تعد ساعاتها الأخيرة، ذكرنا بالطبع إبراهيم دياز وألقابه ال5 مع ريال مدريد التي تفوق بها على الجميع، وذكرنا سفيان الرحيمي المتوج بعصبة الأبطال الأسيوية وبالميدالية البرونزية للألعاب الأولمبية ومعها لقب هداف المسابقة، وذكرنا أيوب الكعبي هداف العرب والمتوج بكأس كونفرنس ليج مع ناديه أولمبياكوس اليوناني، وذكرنا أيضاً الرائع أشرف حكيمي الذي نجح في الفوز هذه السنة ب4 ألقاب، 3 مع ناديه باريس سان جيرمان ولقب مع المنتخب الأولمبي بدورة باريس. لكن هل ننسى أسداً أطلسياً أطلق زئيره من أمريكا الشمالية تحديداً من المكسيك؟ طبعاً لا.
فقد كنا داخل المنتخب من أكثر وسائل الإعلام مواكبة للفتوحات الكروية الجميلة لأسامة الإدريسي مع ناديه باتشوكا المكسيكي. أسامة الإدريسي الذي خاض منذ انضمامه لباتشوكا المكسيكي قادما إليه من فاينورد الهولندي 55 مباراة وسجل 11 هدفا، توج خلال هذا العام بلقب عصبة أبطال الكونكاكاف أمريكا الشمالية وبكأس التحدي بفوزه تباعا على بوتافوغو بطل أمريكا الجنوبية وعلى الأهلي بطل إفريقيا، كما لعب مع باتشوكا نهائي كأس انتركونتيننتال أمام ريال مدريد وخسره بثلاثية نظيفة. ولن يكون مستغربا أبدا أن يشفع هذا البروز الكبير لأسامة الإدريسي بالعودة مجددا للفريق الوطني خلال معسكر شهر مارس القادم الذي ستتخلله مباراتان إقصائيتان لكأس العالم أمام النيجر وتنزانيا. إبراهيم يصف سنته بالرائعة ويوجه رسائل مؤثرة. اختار الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد توديع سنة 2024 برسالة اختزلت الكثير من المشاعر التي ترددت على اللاعب خلال السنة المنتهية. وكتب إبراهيم في تغريدته: هذه السنة كانت رحلة مليئة بالتحديات، بالعقبات، وبلحظات كنت أقول فيها مع نفسي من المستحيل أن أستمر، لكنني تعلمت أن العمل بلا هوادة والثقة في النفس هي المفاتيح التي تساعد على رفع كل الحواجز. بالرغم من الصعوبات، كل سقطة كانت درسا، كل كبوة كانت فرصة لكي أنهض منها قويا. في النهاية الأحلام التي كانت تبدو بعيدك بدأت تتحقق الواحد بعد الآخر. أريد أن أهدي هذه الرسالة للاعبي المفضل الذي ألهمني دائما شغفه وحثني على ألا أستسلم، لعائلته التي كانت رافعة أساسيك في طريقه، ولأصدقائي الذين جعلوا من الطريق ممكنا بفضل مساندتهم اللامشروطة. شكرا لكم جميعا على مشاركتي في هذه السنة التي لا تنسى. في النهاية كل مجهود يجازى، ويمكن أن أقول بكل فخر لقد كانت سنة رائعة. يذكر أن إبراهيم دياز حقق مع نادي ريال مدريد خلال سنة 2024 5 ألقاب، وخلال هذه السنة بالذات اتخذ قراره التاريخي باللعب لأسود الأطلس. فوت ميركاتو تحتفي ب3 أسود في نهاية السنة. اختار موقع فوت ميركاتو الفرنسي 3 لاعبين من المنتخب المغربي ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2024، ويتعلق الأمر بأيوب الكعبي نجم أولمبياكوس اليوناني، وأشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وإبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد الإسباني. وتألق هذا الثلاثي خلال هذه السنة، حيث قاد الكعبي فريقه اليوناني للفوز بالألقاب أبرزها كونفرنس ليج، وكان هو من سجل هدف الفوز في النهائي، وبدوره خطف حكيمي الأضواء وفاز مع فريق العاصمة الفرنسية بثنائية البطولة والكأس. وتألق إبراهيم دياز وفاز مع الريال بعدة ألقاب أبرزها عصبة أبطال أوروبا، وضمت اللائحة نجوما أفارقة كالحارس الجنوب إفريقي ويليامس، والسنغالي كامارا، والنيجيري لقمان، والإيفواري إنديكا، والكامروني طابسوبا. لوز محل شك في مباراة واتفورد اليوم. وأكد توم كليفرلي مدرب واتفورد أن لوز محل شك في مباراة اليوم، حيث قال في تصريحات له: لوز يعاني من إصابة ومشاركته في المباراة أمام كوينز محل شك. وظل الدولي المغربي الدعم الأساسي لوسط الميدان في واتفورد منذ عودته إلى الفريق، وغيابه عن مباراة اليوم سيكون خسارة كبيرة لفريقه، وقد أصيب خلال مباراة الجولة الماضية أمام التي خسرها واتفورد أمام كارديف 1-2، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 67. غوارديولا يثني على الخنوس الذي لم يكن راضيا عن أدائه. أخبر بيب غوارديولا نجم ليستر سيتي بلال الخنوس أنه معجب جدا بأدائه بعد المباراة التي خسرها ليستر أمام إستيزن 0-2 في منافسات البطولة الإنجليزية الممتازة، لكن بلال لم يكن راضيا عن أدائه. وكشف بلال الخنوس لوسائل الإعلام بعد المباراة أنه تلقى إطراء من غوارديولا، لكن الدولي المغربي أكد أنه لم يعجبه الأداء الذي قدمه خلال هذه المباراة. وقال بلال في تصريحاته: قال غوارديولا إنه معجب بأدائي، أنا لست كذلك، أعرف نفسي وهذا هو اللاعب الذي يمكنني أن أكونه، علي أن أظهر ذلك كل أسبوع. وأضاف: بعم قد يكون هذا أفضل أداء لي منذ أن كنت هنا، لكنني لست معجبا بذلك لأن هذا هو بلال الذي أعرفه، أنا واثق حقا من ذلك، أنا أستمتع باللعبة لأننا نمتلك أفضل وظيفة في العالم.
وهي لاعب كرة القدم، ويثبت الخنوس نفسه كركيزة أساسية في فريق ليستر، ومباراة بعد أخرى تظهر أهميته الكبيرة، وهو يدرك أنه لكي يكون راضياً على نفسه يجب عليه الثبات في الأداء وأن يقدم مردوداً جيداً باستمرار. غلطة سراي يعقد وضع زياش. تعقدت أزمة حكيم زياش مع فريقه غلطة سراي بعد الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين إدارة النادي ووكيل الدولي المغربي، لذلك يبدو من الصعب جدا خروج زياش من قلعة غلطة سراي شهر يناير الحالي، وقد يستمر مع فريقه إلى نهاية الموسم. وتؤكد تقارير إعلامية تركية أن غلطة سراي عرض على زياش مبلغ €1,000,000 ليمنحه الضوء الأخضر للمغادرة الشهر الحالي، لكن الدولي المغربي متمسك بمبلغ €3.5 مليون، وهو ما ترفضه إدارة الفريق التركي حتى الآن. ويتطلع زياش لإنهاء ارتباطه بغلطة سراي في أقرب وقت حتى يحدد وجهته القادمة في ضوء العروض المتعددة على توصل بها. فضلاً وليس أمراً، المرجو دعمنا بلايك واشتراك ليصلك الجديد دائماً. إلى أن نلقاكم، دمتم بألف خير. إلى اللقاء.